الله. إن من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أنه قد فاوت ساعة على ساعة ويوما عن يوم، فساعة أفضل من ساعة، وليلة أفضل من ليلة، ويوم أفضل من يوم، وشهر أفضل من شهر، آخر ساعة من يوم الجمعة أفضل من غيرها، ليالي العشر من رمضان أفضل ليالي العام. وها نحن دخلنا في أفضل أيام الدنيا، أيام العشر من ذي الحجة. اسمع إلى قول الحبيب المصطفى فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، أي العشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء. فهذه النصوص الشرعية وغيرها تدل على أن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا، حتى أنها أفضل من أيام رمضان وأفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر أفضل من هذه الليالي لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فينبغي على كل مسلم في هذه الأيام الفضيلة أن يستفتحها بتوبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فينبغي علينا أن نغتنمها بالأعمال الصالحة، وأن نسارع في الصلوات والصدقات وفعل الطاعات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن هذه الأعمال الصالحة الصدقة ولو بالقليل. اسمع إلى قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وإن من هذه الأعمال الصيام في هذه الأيام، فقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى لنفسه، فقال جل من قائل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. ومن هذه الأعمال الصالحة المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ولعل الحكمة من عدد 40 أي الملازمة للطاعة، ليس أن نفعل 40 يوما ونترك الباقي، لا، بل نلازم طوال حياتنا. ويا أحبتي، ونحن نذكر هذه الأعمال الصالحة لا ننسى هذا العمل الصالح الذي أجره كثير منا، ألا وهو تلاوة القرآن وتدبره. اسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عباد الله، إن القلب يصدع ويقسو، والنفس تضعف وتبطئ بها دواعي الشهوات ومشاغل الدنيا. وما أحوجنا إلى ما يزين قلوبنا ويصلح نفوسنا ويربطنا بربنا سبحانه وتعالى.